في أوقات في حياتنا بنلاقي نفسنا مكملين يومنا عادي جدا، شغل وتليفونات وصحاب وخروجات وتفاصيل صغيرة بتمر من غير ما نقف عندها، وعارفين إن جوه دماغنا في كلام متراكم، أفكار مش مترتبة، ومشاعر بنرميها ورا خالص عشان ما نشوفهاش ولا نفكر فيها. وبتيجي لحظة غريبة كده نحس فيها إن اللي جوانا محتاج يطلع. اللحظة دي هي باب الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة. كتابنا اسمه Maybe You Should Talk to Someone، يمكن لازم تتكلم مع حد، للكاتبة والمعالجة النفسية الأمريكية لوري جوتليب، اتنشر سنة 2019، ومن وقتها وهو من أكثر الكتب النفسية اللي الناس تحب تقراها، لأنه ببساطة بيتكلم عن ناس زي وزيك بيحاولوا يكملوا بس مش فاهمين نفسهم ولا لاقيين طريقهم. والغريب بس جميل في نفس الوقت إن لوري في الكتاب ده بتلعب دورين، هي المعالجة والمريضة، بتقعد على كرسي الدكتور المستمع أوقات وعلى كرسي المريض التايه أوقات تانية. الفصل الأول، كسرة النفس. لوري شكلها من بره متزنة، معالجة نفسية في عيادتها الخاصة وكاتبة مخضرمة وعندها ابن صغير بتحبه أكثر حاجة في الدنيا. يومها مليان شغل وجلسات ورسائل من قراء وتحضير لمواعيد، ضحك بسيط هنا وهنا، وحياة شكلها مستقر. في يوم زي كل يوم وهي قاعدة مع الراجل اللي بتحبه اللي كانت شايفاه شريك حياتها، بيتكلموا عن البيت ومشاغلهم وابنها وعن خططهم المستقبلية، وفجأة ومن غير مقدمات يقول لها جملة قلبت حياتها: أنا مش قادر أكمل ومبقتش قادر ولا عايز أعيش مع حد عنده طفل. الجملة دي صدمتها، مش بس عشان بيسيبها، ده كأنه بيقول لها يلا بره حياتي انت وابنك. وفي ثانية كده كل المخططات اللي كانت بتفكر فيها راحت، الحياة المشتركة والأمان وحلم إن ابنها يبقى له بيت وعيلة مستقرة وفاذر فيجر في حياته، كل ده راح. وبالنسبة لها الأصعب من الفراق كان إحساسها إنها ما شافتش ده جاي، متوقعتش شريكها هيسيبها في أول المشوار كده. هي المعالجة اللي فاكرة إنها بتفهم الناس وبتقرأ الإشارات بوضوح وشايفة التفاصيل اللي غايبة عن غيرها، ومع ذلك اتفاجأت زي أي حد ويمكن أكثر كمان. حاولت تمسك نفسها وتقول أنا كبيرة وعاقلة وفاهمة وهعدي من كل ده عادي، بس الجسد ما بيعديش حاجة، بقى نومها متقطع ودماغها شغالة نون ستوب، قلبها وجعها وبقت تعيط كتير وأوفر ثينكين كل تفصيلة حتى لو مش مهمة، وإحساس تقيل بالوحدة. بعد شوية دخلت في مرحلة الإنكار والمقاومة، وصلت للحظة فارقة، اعترفت إن كل شغلها متعلق بنفسية الناس ومفيش مانع إنها هي كمان تنهار عادي، يعني ممكن تحصل لأي حد. أخدت قرار صعب لأي معالج، إنها تروح هي كمان لمعالج نفسي، وهنا يظهر ويندل. الفصل الثاني، المعالج versus المريض. أول مرة دخلت فيها لوري أوضة ويندل كانت حاسة إنها خارجة من دورها، من بدلة المعالجة النفسية اللي لابساها طول الوقت. الأوضة شكلها عادي، كرسي مريح، مكتب بسيط، ومناديل على الترابيزة، ألوان ناعمة وإحساس بالهدوء، بس الهدوء ده تحسه مشحون بقصص تقيلة أوي عدت من هنا. هي متعودة تبقى في مكان اللي بيسمع، اللي صوته ثابت، اللي ما ينفعش يتهز ولازم يفضل بروفيشنال. كان صعب جدا عليها تقعد على كرسي اللي بيحكي. بدأت تحكي عن اللي حصل، عن حبيبها اللي تخلى عنها، عن الشعور إنها اتثابت كده في ثانية من غير سبب مقنع، عن الخوف من الوحدة، عن السؤال هبتدي من الأول تاني إزاي، عن قلقها على ابنها، عن كرامتها اللي اتجرحت. وهي بتحكي سنس المعالجة شغال غصب عنها، بتراقب نفسها وبتفكر أنا بقول إيه؟ ده رد فعل سليم؟ هو أنا متعلقة زيادة؟ هو أنا ضحية؟ بس ويندل ما كانش داخل معاها لعبة التحليل دي خالص، كان ساكت وبيسمع. وفي لحظة كده سألها: انت أكثر حاجة وجعاكي هي إنه سابك ولا إنك متوقعتيش إنه ده يحصل لك؟ السؤال ده كشف جزء من الحقيقة، إن الوجع مش بس على الشخص اللي مشي، ده على الإحساس إن الدنيا خدعتك، وإنك مش عارف تحمي نفسك، وإنك كل اللي كنت شايفه باني عليه حياتك ومستقبلك بيتبخر في ثانية. ومن هنا رحلة العلاج مع ويندل ما بقتش بس عن علاقة فشلت، بقت عن المواجهة مع اختياراتها، مع حكايات قديمة جدا في حياتها، مع خوفها من الفقد، ومع الطريقة اللي بتحاول تهرب بيها من الألم. الفصل الثالث، أوضة العلاج. وانت ماشي مع لوري في كتابها وفي رحلتها، بتاخدك معاها أوض العلاج عشان تعرفك على 4 شخصيات أساسية في الكتاب، كل واحد فيهم جاي العيادة لسبب مختلف. أول حد معانا من ال4 شخصيات دول هو جون، حد هيستفزك في الأول، منتج تلفزيوني ناجح، بيكسب كويس، شكله واثق من نفسه لدرجة التعالي،
هزاره كله تنمر، وبيدي تعليقات جارحة، وبيتريق على غيره ومفيش حاجة إيجابية يقولها عن حد. بيدخل الجلسة كأنه مش محتاجها، كأنهم هم اللي محتاجين وجوده، كأنه بيعمل تقييم للمعالجة وجاي يثبت إن العلاج النفسي بدعة وكلام فاضي. بس مع الوقت لوري شافت اللي مستخبي ورا القسوة دي. الغضب عنده مش طبع، ده درع لحدة الوجع اللي جواه اللي معرفش يتعامل معاه. وخطوة خطوة مع العلاج بدأت الحقيقة تطلع. جون فقد ابنه في حادثة مأساوية، والخسارة دي أكبر من طاقة استحماله. بدل ما ينهار ويعيط ويطلع كل اللي جواه ويقول أنا موجوع، اختار يحول كل ده لغضب وسخرية، ويهاجم الناس قبل ما حد يقرب منه ويعرف نقطة ضعفه. هو مش معترف حتى لنفسه إنه حادثة ابنه كسرته، وكل ما الكلام يقرب من ابنه يزوغ، يهزر، يقلل من حد أو يهاجم. لوري حاولت تمشي معاه للآخر، فسألته سؤال مباشر بصراحة: ممكن تقولي لو ابنك هنا قاعد قدامك دلوقتي حالا كنت هتقوله إيه؟ هنا أدرك إنه في أوضة مع المعالجة بتاعته بس، مفيش هروب ولا ديستراكشن. فنزلت دموعه كأنها نياجرا فولز، دموع بقالها سنين محبوسة. بعد الجلسة دي جون مات فجأة في حادثة عربية، ولوري عرفت الخبر واتصدمت، وتأملت في سؤال: إزاي في ناس بيختفوا من الحياة كده فجأة من غير أي إشارات؟ وهنا تلاقي نفسها قدام نفس الدرس للمرة الثانية. في أي لحظة ممكن حد يختفي، يوقف علاج، ما ترجعش تشوفه مرة ثانية. جون ما بقاش مريض وبس، بقى شخص حقيقي ساب أثر، وخلى لوري ومعاها القارئ تقف قدام فكرة إن مش كل القصص بيوصلوا لنهاية حلوة ومترتبة. ثاني شخصية معانا واللي هي جولي، شابة في أوائل الثلاثينات، متجوزة جديد وحياتها فيها سعادة وبدايات حلوة وأبواب كتير لسه بتتفتح قدامها. وفي نص ده كله تتشخص سرطان في مرحلة متقدمة جدا، مش من النوع اللي نضمن إن احنا نعديه. جولي جت للعلاج مش عشان تتعالج من السرطان، هي عارفة إنه طبيا شبه مستحيل. جت بقائمة أسئلة ومحتاجة مساعدة عشان تجاوب عليها. أعيش إزاي وأنا عارفة إن اللي فاضل لي قليل؟ أتعامل إزاي مع جوزي اللي مش قادر يصدق؟ مع أهلي اللي عايزين يتمسكوا بأمل حتى لو مش واقعي؟ مع خوفي من الألم والوجع مش بس من الموت؟ لوري مشيت معاها مرحلة مرحلة، من أول الصدمة للجدال مع الأطباء، للتقبل اللي مش بيجي مرة واحدة كده، للحظات الفرح الصغيرة اللي بتعيشها حتى وسط العلاج، للأيام اللي بتحس فيها إنها مش قادرة تقوم من السرير، وللأيام اللي بتحس فيها إنها عايزة تستغل كل ثانية. جولي هنا تعترف لها إنها بتعيش مع سؤال مهم جدا: هل تجيب طفل ولا لأ؟ هي عايزة، بس عارفة إن الوقت ضيق وجسمها مش مساعد، وإنه في احتمال كبير إنها تمشي وتسيبه. السؤال ده بالذات بيفضل مفتوح والكتاب ما بيحاولش يرد عليه. بس قولولي في الكومنتس لو انتوا بعد الشر مكان جولي كنتوا عملتوا ايه؟ الكتاب بيخلينا نشوف ان جولي حتى لو فضل لها وقت قليل، هي بتعيشه بصدق اكتر من ناس عايشة سنين طويلة قوي وهي مستخبية من نفسها ومن الناس. رغم كل الألم اللي جولي عاشته، فضلت تحاول تحب وتضحك وتختار وتبقى موجودة لحد آخر نفس. وفي الآخر جولي توفت. بالنسبة للوري، جولي بقت صوت بيفكرها ويفكرنا إنه طول العمر مش ضمان، وإن المعنى مش في طول أو قصر الوقت اللي بنعيشه، الفرق في الصدق. تعيش لحظة واحدة صادقة أحسن لك من 60 سنة كذب على نفسك وعلى الناس. ثالث شخصية معانا هي ريتا، ست كبيرة في السبعينات، داخلة أوضة العلاج مش عشان تطور من نفسها، هي داخلة بمشروع واحد: أنا بفكر أنهي حياتي وجيتلك عشان أتأكد إني صح. الست دي حياتها مليانة ندم، جوازة فاشلة، وربت أولادها لوحدها، واختارت شغلانة ما حبتهاش. سنين عدت وهي بتعمل كل حاجة من غير ما يكون اختيارها الشخصي. مطرح ما الحياة تاخدها تروح، بس مش بتعيش بجد ولا بتختار بحرية. ودلوقتي وهي ماشية ناحية آخر الطريق، شايفة إنه الوقت اللي فاضل ملوش لازمة. لوري ما حاولتش تقنعها إنه حياتها ليها معنى من أول جلسة، لا، هي بدأت من نقطة صغيرة قوي. بتسأل عن يومها، عن روتينها، عن أول مرة فكرت في إنهاء حياتها، وعن اللحظات القليلة اللي حست فيها في أي وقت من حياتها إنها مرتاحة. ومن خلال الكلام ده بنكتشف إن ريتا طول عمرها بتحط نفسها آخر واحدة في قائمة أولوياتها، وإنها متعودة تشيل الكل وسايبة نفسها على الآخر. علاج ريتا ما خلاهاش تتحول لست سعيدة فجأة، بدأت تشوف إنه حتى في السن ده ينفع تعمل تغييرات حتى لو صغيرة جدا، بس حقيقية وبتساعدها تبقى حياتها أحسن. نقلت لشقة أصغر وأريح لها، اتعرفت على ناس جديدة، غيرت كل حاجة في روتينها، بدأت تكتشف مهارات قديمة كانت نسيتها في زحمة الأيام والمشاكل والتضحيات. وفي نقطة محورية
ريتا تبطل تفكر إنها تنهي حياتها، مش لأن الحياة بقت وردي، بس لأنها لقت سبب ولو بسيط يخليها تبقى عندها شوق تصحى بكرة وتشوف إيه اللي هيحصل واليوم هيمشي إزاي. والكتاب هنا بيقول لنا مفيش حاجة اسمها اتأخرت خلاص، طالما لسه في نفس في مساحة تتحرك ولو خطوة ناحية حلمك. على فكرة أنا لاحظت إنه كل ما تقرب من نفسك كل ما تبعد عن الناس. معظم الناس بتقرب منك عشان عايزة منك حاجة، فوانت في عملية البحث عن نفسك ممكن أوي يقع منك ناس كتير في السكة حتى من عيلتك. رابع شخصية معانا هي تشارلوت، شابة في أواخر العشرينات، شكل حياتها من بعيد صاخب، علاقات كتير، خروجات، شرب، بتضيع أي شغل بتلاقيه، قراراتها سريعة وبعدها بتندم وبعدها بتهرب وبعدين تعيد نفس الدائرة من الأول. لما دخلت على لوري كانت بتحكي لها عن الرجال اللي في حياتها، اللي ظهر واختفى واللي خان واللي استغلها واللي خلاها تحس إنها worthless، كأنها ولا حاجة. بس شوية شوية يبان إن الموضوع مش الرجال واللي عملوه فيها، الموضوع هي شايفة نفسها إزاي. وهي في رحلة العلاج النفسي شارلوت اكتشفت إنه عندها مشكلة صحية عضوية بسبب العلاقات السامة المتكررة اللي ما فيهاش لا وعي ولا احترام. الخبر هزها، طلعها بره لعبة المتمردة اللي كانت متخيلة إنها هي دي الحياة. فجأة زمن الاختيارات بقى واضح قوي، مش بس نفسي ده كمان جسدي. العلاج معاها رجع بالزمن لورا لطفولتها، لبيتهم كانت بتتعامل ازاي، والدها ووالدتها كانوا بيتعاملوا معاها هي ازاي، التنمر اللي كانت ضحيته وهي صغيرة، عن قيمتها في عين نفسها وفي عيون الناس، عن الحب، عن وجودها. نبتدي نفهم إنه الفوضى اللي عايشاها في حياتها دلوقتي مش صدفة، دي نتيجة جروح قديمة، نتيجة تجارب عاشتها وهي طفلة. ما هو كل حاجة بنعيشها في حياتنا بتكون نتيجة أول 7 سنين بنعيشهم في الدنيا. يعني لو أول 7 سنين في حياتك كانوا مش قد كده، قابل يا عامل اللي انت هتعيشه بقية حياتك. المهم لما تشارلوت بدأت تشوف الصورة كاملة، بطلت تشوف نفسها البنت اللي بتبوظ كل حاجة، وبدأت تشوف إنها إنسانة موجوعة وعلاقتها بنفسها محتاجة تتبني من جديد قبل علاقتها بأي حد تاني. واحدة واحدة بطلت تستخدم علاقتها السامة، حب كانت أو صداقة، كمسكن، وبدأت تتعلم تبقى مع نفسها وتواجهها من غير هروب. الفصل الرابع، المواجهة. نرجع لويندل، المعالج اللي قعد يسمع لوري وهي بتتكلم عن حبيبها اللي سابها وعن خوفها من الوحدة، عن قلقها على ابنها، وعن إحساسها إن حياتها اتبهدلت فجأة. اللي عمله ويندل مش إنه سمع لها وبس، هو لمس الحتت اللي هي ما كانتش عايزة تشوفها، اختياراتها عامة، واختياراتها في العلاقات والصداقات، والطريقة اللي كانت بتتجاهل بيها إشارات واضحة، علاقتها القديمة بأبوها وأمها، بطفولتها، بنفسها. كمان فكرها في حكايات جون وجولي وريتا وشارلوت، ساعدها تربط بينهم وبين حكايتها هي كمان. جون مثلا اللي مستخبي جوه غضبه، ما هي كمان عندها غضب مدفون تحت وش المتماسكة اللي بتصدره. وجولي اللي عمرها قصير فكرتها بناس فقدتهم وبأسئلتها عن الموت والوقت اللي بيروح من غير ما تستغله في حاجة كويسة ليها. وريتا اللي شايفة نفسها اتأخرت فتحت سؤال، هو أنا كمان خايفة الوقت يفوت من غير ما أعيش زي ما أنا عايزة؟ وتشارلوت اللي بتهرب من نفسها في العلاقات خلتها تسأل، هو أنا برضو بحاول أملى فراغات جوايا عن طريق الناس؟ ويندل ما كانش بيقول لها أنت غلطانة ولا أنت صح، ما كانش بيطلع أحكام، كان بيسألها أسئلة بسيطة جدا بس اللي تخليها تشوف نفسها وترد على نفسها من غير هروب. أنت من جواكي عايزة تعيشي إزاي؟ إيه الدور اللي بتلعبيه في حياة نفسك؟ هل أنت مرتاحة مع نفسك وراضية على الطريقة اللي بتتعاملي بيها مع نفسك؟ إيه اللي خانقك في حياتك؟ إيه اللي تقدري تعمليه بشكل مختلف حتى لو خطوة صغيرة عشان تبقى حياتك أحسن؟ في مرحلة معينة لوري تبتدي تشوف إن الألم اللي جابها للعلاج ما كانش نهاية زي ما كانت متخيلة، ده كان فصل من فصول حياتها اللي بتتعرف فيه على نسخة أعمق من نفسها. كانت بجد هتكمل حياتها من غير ما تفتح أصعب وأهم باب في حياة كل واحد فينا، باب التعرف على شخصك، على نفسك. وللأسف مش كل الناس بتعيش اللحظة دي، المحظوظين بس. أغلب الناس مشغولين في حاجات دنيوية قوي وبينسوا يدوروا على نفسهم وسط الزحمة دي، ففي ناس بتعيش وبتموت وهي مش عارفة هي مين. الفصل الخامس، العلاج. على مدار الكتاب مفيش ولا شخصية من ال5 دول بتتحول لإنسان سعيد وما عندوش مشاكل 100%، ولا حد فيهم بياخد وصفة سحرية. جون ملحقش يكمل، جولي انتهت حياتها بدري، ريتا لسه بتتعلم تعيش في سن 70 سنة، وتشارلوت لسه في بداية طريق طويل ورحلة التعرف على نفسها، ولوري نفسها لسه في أيام بتنهار فيها وأيام تحس إنها أقوى.
بس اللي اتغير فعلا هو إن كل واحد فيهم بطل يعيش وهو بيكذب على نفسه، بطل يمثل الدور اللي مطلوب منه طول الوقت، بقى عنده مساحة ولو مرة في الأسبوع يقعد فيها ويسيب كل الأقنعة بره الباب، ويبقى على طبيعته ويحكي الحاجات زي ما هي من غير فلتر، ويواجه الحقيقة، حقيقته وحقيقة محيطه وحقيقة حياته. وده يمكن أهم حاجة في الكتاب، إنه يوضح فكرة إنه العلاج النفسي مش عيب، ومش معناه إنك بايظ أو مجنون، ده أوقات بيكون أحسن هدية ممكن تديها لنفسك، حد يسمعك بجد، حد مش جوه علاقاتك ولا جوه حياتك، مش حاكم عليك ومش مستني منك دور، يديك مساحة تشوف نفسك على حقيقتها زي ما هي، ويسألك الأسئلة الصح، وإمكانية إنك ترد بالحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، من غير ما تخاف تزعل حد ولا تجرح حد. ودي بالنسبة لي أول خطوة في رحلة البحث عن الذات. لما نخلص كتاب Maybe You Should Talk to Someone هنلاقي إن إحنا ما كناش بنقرأ عن قصص ناس ما نعرفهاش، ده كأنها قصة كل واحد فينا. جزء منك في جون لو كنت مستخبي ورا غضب، وجزء منك في جولي لو حاسس إن الوقت بيجري، وجزء منك في ريتا لو حاسس إنك اتأخرت، وجزء منك في تشارلوت لو بتجري من نفسك وسط دوشة وتجارب، وجزء كبير منك في لوري اللي بتسمع الكل وساعات كتير بتنسى تسمع نفسها. يمكن وانت بتسمع حسيت انك انت كمان في لحظة ما قلت جواك انا تعبت ومش عارف اشرح ده لمين ولا اطلعه ازاي، ويمكن كمان فكرت تروح علاج نفسي بس خفت من الفكرة ومن كلام الناس او من مواجهتك لنفسك. بس صدقني انت مش هتخسر حاجة لو جربت، لو حاسس انك محتاج ده طبعا، ولو مرتحتش مع معالج دي مش نهاية العالم، غيره لغاية ما تلاقي معالج يفهمك وتفهمه. مش كل المعالجين ينفع يعالجوا كل المرضى. لو سمعت الحلقة للآخر اكتب لي في الكومنتس انت شايف العلاج النفسي ازاي؟ جربته قبل كده ولا لسه الفكرة بعيدة؟ هل بتخاف من حكم الناس؟ وليه بتخاف؟ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان نكمل مع بعض الحكايات اللي بتفتح لنا باب نفهم نفسنا والدنيا أكتر. أنا ريم ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على خير.